قد سألت نفسك يوم ليش الحكم يرمي الكرة أحيانا من ارتفاع الكتف قبل بدء أي مباراة؟ يبدو الأمر عشوائي، لكن هذه الحركة الصغيرة قد تحدد استمرار اللعب أو توقف. إليكم السبب: عندما يلعبوا تحت أمطار غزيرة يجب على الحكم التأكد أن الملعب صالح للعب، عشان كذا يرمي الحكم الكرة مباشرة على العشب. إذا ارتدت الكرة بشكل طبيعي فالملعب آمن، أما إذا ضربت الأرض ولم تتحرك يعني أن الملعب غارق وغير صالح للعب. رسميا بحسب قوانين الفيفا يجب تأجيل المباراة، لكن في الواقع الأمر ليس بهذه البساطة. حدثت مباريات كثيرة عرف فيها الحكم أن الملعب غير صالح للعب، ومع ذلك استمرت المباراة. السبب باستمرار المباراة لأن إلغاء المباراة قد يكلف الأندية والمنظمين ملايين، حتى المذيعين يخسرون المال، وتنهار العمليات تنظيم الملعب، وعشرات المشجعين الذين حضروا سيطالبون باسترداد أموالهم. عشان كذا يضطر اللاعبين لمواصلة المباراة في ظروف تشبه كرة الماء أكثر من كرة القدم. الكرة لا تتحرك والالتحامات تكون خطيرة، كل تمريرة تصبح مغامرة.